طب فكرة المتحف جت منين؟ المفارقة هنا إن فكرة المتحف كانت صدفة. صاحب الفكرة وزير الثقافة المصري فاروق حسني، بيحكي إنه كان بيشوف المتحف المصري اللي في التحرير، الآثار اللي فيه متكدسة، فكان بيفكر ينقل جزء منه لمكان تاني أو يرممه ويوضبه، بس التماثيل اللي فيه ضخمة فصعب ينقلها، فكان الموضوع شغله بس مش لاقيله فكرة مناسبة. لحد ما كان في زيارة في باريس سنة 1992، ورئيس معهد العالم العربي في باريس عزمه، بعتله دعوة على الغدا، وكان قاعد معاهم صديق مشترك، معماري إيطالي اسمه فرانكو بيراريتشي. فرانكو سأله بتعملوا ايه في المخزن بتاعكو ده؟ ففاروق حسني قال له مخزن ايه، قصدك اللي في التحرير؟ قال له ايوه، قصده على المتحف المصري اللي في القاهرة. فاستفزته كلمة مخزن دي، فقال له انت مش عارف احنا هنعمل اكبر متحف في العالم. فقال له هتعملوه فين؟ قال له جنب الهرم. وهو ساعتها ما كانش عنده فكرة ولا عنده خطة للمتحف ده، بس كلمة مخزن غاظته وكان عايز يرد عليها. ففرانكو الإيطالي قال له لو عملته أنا مستعد أجيب لكم تمويل من رئيس الوزراء الإيطالي ساعتها اسمه جوليو أندريوتي، لأنه كان صديقه وعلاقته بيه كويسة. ففاروق حسني راح كلم مبارك وعرض عليه الفكرة، بس مبارك قال له هتعمله ازاي وهتجيب فلوس ليه منين؟ فقال له الأعمال العظيمة بتلاقي تمويل. ونزل بعدها مبارك والمشير طنطاوي وفاروق حسني يختاروا المكان اللي ينفع يتبني عليه المتحف. ومبارك ساعتها اقترح مكان على تلة مرتفعة عشان واجهة المتحف كلها تطل على الأهرامات. وقعدوا عملوا دراسة جدوى في إيطاليا، خدت 4 سنين وتكلفت 5 مليون دولار وقتها، وخد تمويل من اليابان 300 مليون دولار، وحطوا حجر الأساس سنة 2002. وعملوا مسابقة دولية لتصميم المتحف وشارك فيها شركات عالمية كتير. والتصميم الفايز للمتحف كان من مكتب أيرلندي اسمه هينيجان بينج أركيتكتس. قدموا تصميم عبقري مبني على فكرة إن أشعة الشمس اللي بتمتد على قمم الأهرامات ال3 تتجمع عند نقطة واحدة. النقطة دي هي موقع المتحف. وبنوا الأساسات بتاعة المتحف بتمويل ودعم فني من اليابان، ونقلوا تمثال رمسيس الثاني للمتحف سنة 2006. بعدها بنوا مراكز الترميم والمخازن الذكية في المتحف وافتتحوها في 2010، بس اتوقف المشروع في 2011 ورجعوا كملوه تاني لحد ما اكتمل المتحف نهائي في 2021 بتكلفة أكتر من $1 مليار. والافتتاح دلوقتي يوم 1 نوفمبر.